كل شيء عارف ان المغرب قاطع العلاقات مع ايران. واش الدبلوماسيه الجزائريه تفوقات على الدبلوماسيه المغربيه مني دابا ايران والسعوديه رجعوا العلاقات؟ في وقت غابت فيه الصحف السعوديه عن مشهد الاتفاق الايراني السعودي بوساطه صينيه بسبب عطله يوم الجمعه، كانت الصحف الايرانيه على اختلاف توجهاتها ترحب بالمصالحه التي ابصرت النور في بكين بعد قطيعه دامت نحو 7 سنوات. كل شيء عارف ان المغرب قاطع العلاقات ديالو مع ايران، حتلقاها كتسلح في البوليزاريو، والمغرب مختار الحلفاء ديالو المعروفين اللي هما امريكان والغرب. وهذا الاسبوع طرا واحد المشهد اللي غيخلينا نفكروا حنايا كمغاربه في العلاقات ديالنا، واللي ما كانش متوقع نهائيا، حتى شي واحد ما كان كيتخيل هادشي غيوقع. المملكه السعوديه العربيه طبعات العلاقه ديالها مع الجمهوريه الاسلاميه الايرانيه، محاربين معاهم في اليمن الاخوان، كاينه الحرب مع الحوثيين ودابا طبعوا معاهم العلاقات. النصيحة رجعوا عيدوا النظر، فكروا منيح. الحرب على إيران ليس رهانا لأنه سيدمركم. إكمال الحرب على اليمن ما له حل، حرب عبثية وبدأتم ستدفعون ثمنها. طيب هاي ضربة وحدة نص الإنتاج السعودي، ضربة تانية تخبزوا بالفراح، هيك الحال. نعد النظام السعودي أن عملياتنا القادمة ستتوسع أكثر فأكثر. كيفاش حتى السعودية رجعت العلاقات ديالها مع إيران؟ واش هادشي غادي يضر المغرب أو لا؟ هادشي اللي غنشرح لكم اليوم. أنا عزيز نوفل وهذه قناة المقاول. ايران الاخوان كانوا هاجموا السعوديه ماشي مره ماشي جوج ماشي ثلاثه، كانوا ضربوا لهم المنشات ديالهم ديال ارامكو، وكان دونالد ترامب هو الرئيس ديك الساعه. مع انبلاج الفجر اهتزت منشآت أرامكو السعودية في بقيق بالمنطقة الشرقية، وعودوا ضربوا الامارات الاخوان بصواريخ حوثيه، كيشيروا على الامارات بالصواريخ. وفاش قررت السعوديه تطبع العلاقات ديالها مع ايران، بغات ايران والسعوديه يدوزوا واحد الميساج للعالم والحلفاء ديال الامريكان، حيت هاد الاتفاقيه الايرانيه السعوديه كانت بوساطه من؟ بوساطه الصين الاخوان، هما اللي تدخلوا صالحوهم. وايران الاخوان شنو بينات العالم؟ بينات لهم حنا واخا كنضربوك، واخا كنضربوا المنشآت ديالكم، واخا عندكم قواعد عسكريه امريكيه في بلادكم، ما داروا حتى لعبه وما حركوش صباعهم الصغير وبقاو كيتفرجوا وما حاماوش عليكم. ما حصل في المملكة العربية السعودية مطلع هذا الشهر قبل مطلع الشمس الصواريخ والطائرات مسيرة في محكمة الجنايات الدولية كما قالت إيران، قال أنه سيرغب حضور الافتتاحية على الأقل. لنعد الى الامور الجاده. الصين الاخوان كانوا مشاو للسعوديه وبداو كيوجدوا في هذا الاتفاق، وعيطوا للرئيس الايراني، جا عندهم للصين باش يوجدوا هذا الاتفاق ونجحوا فيه، وهادشي محسوب لهم. والا بغينا نقارنوا هادشي بشنو واقع عندنا دابا، كنشوفوا ان امريكا كتصيفط العسكر ديالها ولا جينيرو ديالها للمغرب، وان المغرب حليف استراتيجي ديالهم، وان المغرب العدو اللدود ديالو هي ايران، حيت كتسلح في ميليشيات البوليزاريو. السؤال هو واش حنا كمغرب خاص هادشي اللي طرا بين السعوديه وايران يقلقنا او لا؟ حيت الاخوان ملي كنهضروا على السعوديه وكنهضروا على دول الخليج، راه العلاقات اللي عندهم مع الغرب مطوره الاخوان وتقريبا بحال اللي عند المغرب مع الغرب. حيت هادشي كامل الاخوان في الاخر كيبقى مصالح، ما كاينش العاطفه. دابا شنو خاصكم تفهموا؟ السعوديه الاخوان مضغوطه من الامريكان باش تطبع مع اسرائيل، والسعوديه عندها شرط واحد باش تقبل هاد التطبيع، قالوا لهم خاصنا نطوروا البرنامج النووي السلمي ديالنا وخاصكم تعاونونا وخاصكم تعطيونا الاوك. طلبت السعودية ضمانات أمنية ومساعدة لتطوير برنامج نووي مدني من الولايات المتحدة في الوقت الذي تحاول فيه واشنطن التوصل للتطبيع بين المملكة وإسرائيل. وأمريكان الإخوان عارفين إلا مشات تطورات برنامج نووي سلمي عندها يقدر أي لحظة يتحول ويولي برنامج نووي عسكري، وهادشي اللي طرا تماما في إيران. هما كيقولوا حنا بغينا نتفكوا من إيران ونخرجوا من داك الشرق الأوسط ومن هاد الروينة اللي عندنا، ما يمكنش نعاودوا نطيحوا في روينة أخرى وتولي السعودية محالفة مع الصين ويوليو ضدنا ويولي عندهم تا هما النووي، ولاو عندنا جوج ملفات النووي في الشرق الاوسط. يعني قالوا لهم نسى. اسرائيل وامريكان قالوا لهم شوف نساو هذه القضيه، غادي تطبعوا مع اسرائيل ولكن نساو النووي، راه ما يمكن. ماذا لو اصبح بين ايران وانشاء قنبله نوويه ايام معدوده؟ فلا اعتقد انه في هذاك الوقت ايران سوف تحترم ماذا سوف يحدث، وسوف تنشئ القنبله النوويه في ايام معدوده وتضع العالم في امر
واقع. لذلك احنا لا نتفق أن نصل إلى يوم من الأيام إيران بينها وبين القنبلة النووية أيام معدودة. السعودية الإخوان دول الخليج جربوا كل شيء مع إيران، جربوا الصلح، جربوا الحرب، جربوا التهديد وما صدق والو. الإخوان بقات إيران كتطور في البرنامج النووي ديالها، وكيف ما شرحت لكم في الفيديو اللي قبل باقي شي 10 أيام ولا 12 يوم باش يوصلوا ل 90% ديال التخصيب من اليورانيوم، يعني ما بقى لهم والو باش تكون عندهم القنبلة الذرية النووية. وهنا الشرق الأوسط كله كيتشقلب. داكشي علاش كنشوفوا وزير الدفاع دابا لويد أوستن كاين في إسرائيل كيوجدوا في ضربة للمنشآت النووية الإيرانية، باغيين يضربوهم الإخوان. وإلا مشاو تضربوا إيران غادا تشبك تما، وإيران غادا تجمع حب وتبن، غتبدا تشير بالصواريخ ديالها على إسرائيل وعلى الحلفاء ديالها. داكشي علاش دابا بالضبط خرجت السعودية وقالت لهم شوفوا هاد العدوان الإسرائيلي اللي ضدكم انا ما داخلاش فيه، انا غنحل القنصلية الإيرانية عندي، نتوما حلوا القنصلية ديالنا عندكم، وما كاين حتى شي مشكل بيناتنا، غير الا ناضت القيرة ما تضربوناش. صحيفة سياسة روز الإيرانية علقت على استئناف العلاقات بعنوان نهاية 7 سنوات من التكدر. والسعودية تأكدوا أن أمريكان فشلات الإخوان في هذا الملف الإيراني، ما قدروش يوقفوهم، داكشي علاش قلبوا عليهم الفيستا من الآخر. ولكن هادشي ما كيعنيش أن السعودية غادا تتخلى على المبادئ ديالها وغادا تقبل التشيع الإيراني وغادا تقبل الفكر الإيراني يدخل لها والدول العربية. لا، نحن لسنا خائفين من التشيع، بل خائفين على الشيعة من التشيع، لأن هذا التشيع ليس بتشيع، إنما هو كفر والعياذ بالله عز وجل، الذي يجعلك بدلا تدعو الله عز وجل تدعو الأموات وتدعو القبور وتتمسح بالقبور وتعظم القبور. لا شك أن هذا خطر عظيم. حتى قبل ما يوقعوا على الاتفاق اللي داروا مع إيران كانوا مسؤولين سعوديين في مصر الإخوة، وكانوا معهم مسؤولين إماراتيين في القاهرة بالضبط، وقالوا بأن إيران ما عندهاش الحق تدخل في الشؤون الداخلية ديال الدول العربية، وجبدوا حتى المغرب، قالوا لهم عطيو اتساع للمغرب. يا أخي المملكة العربية السعودية هي نفسها تترأس اللجنة الرباعية المنبثقة عن قمة الجزائر المتعلقة بمكافحة التدخل الإيراني في المنطقة العربية. صحيح. قبل يوم واحد من عودة العلاقات بين إيران والسعودية كان هناك بيان لهذه اللجنة الرباعية بقلم السعودية قال أنه يرفض التدخلات الإيرانية في الدول العربية وفي مقدمتها المملكة المغربية. حنا غادي نديروا معكم علاقات، ولكن هادشي ما كيعنيش اننا صحاب، بحال داكشي اللي كان دارت امريكان مع الاتحاد السوفيتي، بحال داكشي اللي كانت دارت امريكان مع الصين. حنا راه محالفين ولكن راه ما متفقينش. حيت المشكل الاساسي اللي عند الدول العربيه الاخوان مع ايران هو التشيع، هو الفكر الشيوعي. هما كيقولوا اهل البيت هما مظلومين والسنه خايبين، وخاصهم يخرجوا الفكر ديالهم باش يجروا السنه. هادشي اللي كاين الاخوان والدول العربيه ما كيقبلوش. يعني هاد الاستراتيجي اللي دارت السعوديه الاخوان دارتها لمصلحتها، نقطه، رجع للسطر. وهذا الشيء كيبين ان اسرائيل كتمهد الحرب في الشرق الاوسط، ويا رب بالسلامه وصافي الاخوان. وأعربت الخارجيه المصريه في بيان عن تطلعاتها بأن يسهم الاتفاق في تخفيف حده التوتر في المنطقه. وزاره الخارجيه الاردنيه كذلك أعربت عن أملها أن يسهم الاتفاق السعودي الإيراني في تعزيز الأمن في المنطقة بما يحفظ سيادة الدول. وفاش كانوا تقطعوا العلاقات بين السعودية وإيران في 2015، حيت السعودية كانت شدات واحد الكبار ديال الشيعة وعدماتهم، وهادشي إيران وحلهم هنا وما تقبلوش. كاين حرب فكرية الإخوان، دينية عقيدية بين الشيعة وبين السنة، وإيران دابا الإخوان ما بقى لها والو وتكون عندها القنبلة النووية الذرية. دابا الجزائر فرحانين وكيقولوا أحق الدبلوماسية الجزائرية نجحات حيت السعودية طبعات مع إيران، ولكن الإخوان السعودية عندها مصالح، وما كيعنيش أنها متفقة مع إيران، وما كيعنيش أنها غادا تقبل التشيع الإيراني عندها في البلاد. اش كيبان لكم الإخوان في هذه العلاقات اللي رجعوا بين إيران وبين السعودية؟ واش كتظنوا أنها غادا تنوض حرب قريبة في الشرق الأوسط أو لا؟ كنتمنوا لا الإخوان بإذن الله. أهل السنة والجماعة يدفعون الأموال ويبذلون أوقاتهم ويجعلون هذه القنوات ليس لأجل أن يسبوا فلان ولا علان، لا والله، إنما ليستنقذوك أنت أيها الشيعي، أنت أيتها الشيعة. ونحن